السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعين قناة المتواضعة، هنتكلم النهاردة في الكورة سريعا. الأهلي ماله؟ إيه حكاية الأهلي؟ تاني ماتش في الدوري يتعادل 0-0 النهاردة مع سموحة، وقبل كده اتعادل مع الجونة في الجونة 1-1، مع إن النهاردة كان حسين الشحات وإمام عاشور موجودين. ايه حكاية كولر مش مركز ولا في ايه؟ طبعا الاهلي كان ماسك الماتش طول الماتش، بيهاجم سموحة ويمين شمال شمال يمين، بس مفيش كور خطرة جدا، والحظ مش ماشي معاه والدنيا مش ماشية معاه. فهل الاهلي فعلا محتاج مهاجم صريح؟ طبعا موديست اللي جابوه ده في البلالة خالص ومش نافع، فواضح ان الاهلي محتاج مهاجم. ده بالنسبة للاهلي. هل كولر كمان ما بقاش مركز زي الاول؟ هنشوف. برضو الزمالك لعب اول ماتش ليه في الكونفدرالية مع الفريق الليبي اسمه ابو سليم، والزمالك تعبان قوي، بيحاول يعمل كروسات ويهاجم يمين شمال قدام، كور عالية قوي فوق، مفيش حد يخلص. واخيرا اوباما، لان دايما بقول على اوباما ده ان هو بيخلص ماتشات مهمه جدا، بكورنر حطها بالهيد براسه في الجول، والزمالك غلب 1-0. يعني عرض ضعيف للزمالك، ربنا يسهل. عنده ماتش بكره مع فيوتشر فريق جامد، كان علي ماهر عملوا فريق قوي وسابوا السنه اللي فاتت، فبكره معيار وماتش واختبار كبير للزمالك. فريق فيوتشر مش سهل، وهنشوف. طبعا الزمالك محتاج 5 6 7 لعيبة، يعني ما عندوش سكواد جامد، فهنشوف بكرة ايه اللي هيحصل. وادينا بنتابع الدوري الايجيبشن ليج يا جماعة، في كل العجب. طبعا انا شايف ان الدوري محسوم للاهلي السنة دي، عنده سكواد رهيب ما شاء الله عليه، بس يمكن كولر مش مركز قوي او في بعض الماتشات بتروح منه. بس الاهلي هياخد الدوري بفرق نقاط كبير عن الزمالك وعن بيراميدز. بيراميدز مشكلته انه ما عندوش جماهير وما عندوش طموح، عنده احسن لعيبه ولعيبه جامده جدا، بس الطموح عندهم للعيبه مش قوي، وما عندوش جمهور يحفزه يعني. فهنشوف الايام اللي جايه هيحصل ايه، وجود لك للجميع، وان شاء الله خير، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا للمتابعه، مع السلامه.